بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد مع المشجع الهلالي. واللي دلوقتي عزيزي المشجع الهلالي انا هتكلم فيه معاك عن اهم واخر اخبار نادي الهلال. بس في البداية حابين ان احنا نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاة والسلام. وفضلا ليس امرا دعما لاخوك اللي بيجتهد عشان يجيب لك اخر اخبار نادي الهلال ان انت تدعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناه فانا بدعوك للاشتراك فيها. طيب شوف يا شباب، يعني ايام بل ساعات وينتهي موسم الانتقالات الصيفيه، ولغايه دلوقتي اداره نادي الهلال ما اعلنتش رسميا عن اللعيبه الاجانب اللي تعاقدت معاها. طيب شوف يا شباب، لحد علمي ان بدايه الموسم اللي جاي ان شاء الله مسموح لكل فريق داخل المملكه التعاقد مع 8 لعيبه اجانب. طيب الهلال كان عنده 6، مشى 2، مشى اوديون ايجالو ومشى ليسيانو فيتو، يبقى اتبقى للهلال 6 لعيبه اجانب والمفروض يتعاقد مع 2 لعيبه فقط. طيب وانا بقول لك يا شباب، يعني لحد علمي ان في صفقه ثالثه قويه اداره نادي الهلال بتحاول تتعاقد معاه خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله. طيب اداره نادي الهلال لو تعاقدت مع صفقه ثالثه هيبقى مين اللاعب اللي ممكن يرحل من نادي الهلال؟ انا اتوقعه انه يكون جانج هيون سو، لان جانج هيون سو مريض وممكن يطول في موضوع المرض بتاعه، فنقول له يعني ربنا يشفي. يبقى اللاعب اللي ممكن يرحل من نادي الهلال خلال الساعات القليله القادمه ان شاء الله هو جانج هيون سو. طيب تعالى بقى اتكلم معاك في اخبار نادي الهلال بدل ما اتكلم معاك كتير. طيب أول خبر معايا يا شباب، وهو أكدت صحيفة الرياضة السعودية أن إدارة نادي الهلال تسعى بقوة من أجل التعاقد مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الساعات القليلة القادمة. يعني طبعا برناردو سيلفا مش محتاج إن أنا أتكلم عليه، لعيب قوي ومتألق مع مانشستر سيتي وكلنا بنتمتع بلعبه، فأنا أتمناه إن شاء الله يكون لعيب في نادي الهلال بداية من الموسم اللي جاي إن شاء الله. طيب تعال نشوف الخبر الثاني يا شباب، وهو إدارة نادي الهلال تجدد التفاوض مع اللاعب البرازيلي ولاعب ليفربول السابق روبرتو فيرمينيو من أجل التعاقد معه خلال الساعات القليلة القادمة. أنا أتمنى إن احنا نتعاقد مع برناردو سيلفا أقوى من روبرتو فيرمينيو، ده وجهة نظري أنا، إن برناردو سيلفا أقوى من روبرتو فيرمينيو. طيب تعال بقى نشوف الخبر الثالث يا شباب، وهو الهلال يقدم عرض مغري من أجل التعاقد مع اللاعب السنغالي كاليدو كولوبالي، والمقدر قيمته ب 30 مليون يورو سنويا، واللاعب يرحب بالعرض المقدم. ومن المفترض أن تعلن إدارة نادي الهلال خلال الساعات القادمة إتمام الصفقة. ونادي تشيلسي يا شباب كمان وافق على عقد بيع اللاعب لنادي الهلال، يعني كده بنسبة 99% إن شاء الله نقول كاليدو كولوبالي اللاعب السنغالي القوي هيكون لاعب في نادي الهلال رسميا ان شاء الله. طيب تعالى بقى نشوف الخبر الاخير معايا يا شباب، وهو ينهي اتفاقه مع نادي وولفرهامبتون الانجليزي من اجل التعاقد مع لاعب خط الوسط روبن نيفاز بدايه من الموسم المقبل مقابل 55 مليون يورو، والاعلان الرسمي خلال الساعات القادمه. اتمناه ان شاء الله لعيب قوي زي كده في خط الوسط، وانا اتفرجت له على فيديوهات رجليه تقيله. كمان نادي برشلونه كان ناوي يتعاقد مع اللاعب، لكن المدرب تشافي رفض التعاقد مع اللاعب، فاصبح كده الطريق بقى فاضي قدام نادي الهلال ان هو يتعاقد مع اللاعب، واللي بتوقعه ان اللاعب يكون هلالي ان شاء الله خلال الموسم اللي جاي باذن الله. وانا كده يا شباب انا خلصت معاك اخبار نادي الهلال. فلو لسه بتتابعني لغايه دلوقتي ما تنساش ان انت تدعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناه فانا بدعوك للاشتراك فيها. وفي النهايه يا شباب ما يسعنيش غير ان انا اشكر حضراتكم. سلام.